تتبيلة سحرية، لو جربتيها هتدعيلي من النهاردة للسنة الجاية. تتبيلة يا جماعة خطيرة للحمة المشوية، وكل دوت هنعمله في الصينية من غير فحم ومن غير دخانة، وبطريقة حلوة قوي. اللحمة دايبة دوبان وخطيرة يا جماعة، وبتجهز معاكي في وقت قليل جدا، وبسيطة وسهلة جدا. بتطلعي الجمال ده كله، ومش قادرة أوصف الطعم والريحة عاملة ازاي. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله، ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه جبت لحمه شوي بالشكل ده، لحمه كده ستيك مشوي بالشكل ده، طبعا بيقطعها لك الجزار بالطريقه دي. جبت اللحمه كده وهبدا اعمل التتبيله خطيره. التتبيله كانت عباره عن بصلتين كبار، واخده الميه بتاعتهم ومستغنيه خالص عن التفل. انا عايزه الميه بس. ميه البصل دي هنزل عليها كده بعلبه من الزبادي، علبه من الزبادي او 3 معالق كبار كده من الزبادي. مش قادره اوصف لكم الزبادي ده مفعوله ازاي على اللحمه، بيخليها طريه ودايبه دوبان، وما بتاخدش سوا خالص، وبيديها بيخلي طعمها في حته تانية خالص. هبدا ارب كده الزبادي مع ميه البصل بالشكل ده. بعد كده هنزل كمان بمعلقه كبيره محترمه كده من الخل. الخل مع الزبادي مع ميه البصل بيخلي اللحمه بتاعتك دايبه دوب ومدخنه كده طبيعي. دلوقتي هنبدا نتبل كده ملح، وكمان معايا خلطه ال11 بهار، ودي موجوده ومتوفره في اي سوبر ماركت، حلوه قوي للفراخ او للحمه. نزلت كده بخلطة ال11 بهار، نزلت بالكيس كامل. الكيس كده يعتبر حوالي معلقة صغيرة مليانة كده. ومعايا كمان رشة من جوز الطيب، حابة تستغني عنها استغني عنها، انا خدت رشة خفيفة كده من جوز الطيب. وبعد كده هحط فلفل اسود، ومعايا كمان حوالي نص معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة. هرب بقى كل الكلام ده مع بعض، مش هستخدم توابل اكتر من كده، كده حلو جدا ومظبوطة قوي. هنقلب بقى، ومش قادرة اوصف لكم الخلطة دي وريحة التتبيلة دي عاملة ازاي. بربها كده كويس مع بعض، وبعد كده بقى بجيب طبق غويط، وبنزل باللحمة كده في الطبق الغويط بالشكل ده، وهنزل عليها بالتتبيلة اللي ريحتها رهيبة دي. طبعا تتبلي بقى اللحمة من قبلها بيوم ساعتين، انا تبلتها نص ساعة، ما كانش عندي وقت وكنت مستعجلة وما صدقت اللحمة بتاعتي فكت، فتبلتها نص ساعة بس. لكن طبعا كل ما تقعد في التتبيلة وقت اطول، كل ما مش هتاخد معاكي سوا خالص، وهيبقى طعمها حلو، وهتكون متشربة كده من التتبيلة، وهتبقى طعمها احلى بكتير. انا تبلتها نص ساعة بس. جبت بقى صينية، مش هنجيب بقى لا شواية ولا اي حاجة ولا فحم ولا اي حاجة، بستخدم الصينية كده، صينية كده كبيرة كده محترمة، وببدأ ادهنها كده بمعلقة من الزيت. ممكن كمان لو عندك ليا، بشر شوية من الليا كده حوالي معلقتين كبار، تحطيهم كمان فوق معلقة الزيت دي، توزعيهم كده على الصينية، وتنزلي باللحمة على الليا لو موجودة. انا طبعا ما كانش عندي، بس عايزة اقول لكم ان الليا بتسيح وبتدي اللحمة طعم تاني خالص. هبدأ دلوقتي ارص قطع اللحمة بالشكل ده، ببعدها كده بعيد عن بعض، ما تكونش في قطعة فوق قطعة. بصوا ببعدها كده عن بعض وبرصها في الصينيه بالشكل ده. واي بقى حاجه زايده من التتبيله بنزل بيها فوق اللحمه بالشكل ده. ما تسيبيش اي حاجه من التتبيله. مش قادره اوصف لكم يا جماعه التتبيله دي حلوه قد ايه، وبجد يا جماعه اللحمه كانت تحفه وريحتها خطيره. فوق الوش بقى هنزل كده بمعلقتين من الزيت، برضو لو عندك ليا معلقتين من الليا كده مع الزيت فوق الوش، بتسيح خالص وتدوب، وبتديكي يعني بتخليها كده مدخنه وخطيره. ببدأ كده بظهر المعلقة كده أوزع على معلقة الزيت دي أو معلقتين الزيت دول على اللحمة بالشكل ده. بعد كده بقى بكون مشغلة طبعا الفرن على أعلى حاجة، بغطيها كويس جدا كده بقى، وبحكمها كويس جدا بالفايل. وبعد كده بدخلها الفرن على الرف التحتاني خالص، اللي هو اللي تحت اللي قريب من النار، لمدة 30 دقيقة بالظبط. بعد كده بطلعها على الرف الأوسط برضو تقريبا لمدة 30 دقيقة برضو. بعد كده بشغل عليها الشواية لغاية ما تاخد اللون. هي بتبقى محتاجة الشواية 3-4 دقايق بس، مش أكتر من كده، هي بتبقى واخدة لون حلو قوي. تتبيله يا جماعه بسيطه وسهله وما فيهاش اي افتكاسات، بس مش قادره اوصف لكم ريحه اللحمه كانت عامله ازاي، ومش قادره اوصف لكم اللحمه طريه ودايبه. بصوا بقى وانا بطلعها كده عشان احطها في طبق التقديم، بصوا بتتقسم مني ازاي، ده دليل ان هي مستويه حلوه قوي وشاربه كده من التتبيله جميله جدا. طبعا لو قعدتيها في التتبيله من قبلها بيوم، مش قادره اوصف لك بقى هيكون الطعم عامل ازاي.
بصوا بطلعها كده في طبق التقديم على طول. بصوا الزيت مديها لمعه كده، وهي طبعا كمان بتبقى ملبسه من حواليها كده، فبتبقى الدهون اللي بتبقى حواليها دي برضو بتسيح كده مع السخونيه، وتديها طعم ودخانه حلوه قوي. بصوا اللون كانك بجد شويها على الفحم، ولا حطيت فحمايه من فوق ولا اي حاجه. عايزه تزودي الخطوه دي زوديها، بس انا بالنسبه لي بجد يا جماعه هي مش محتاجه، هي طعمها حلو قوي. بصوا طلعناها كده كلها كده على طبق التقديم، طريه وبتدوب ذوبان وحلوه قوي. طبق التقديم بقى حطيت فيه بقى بقدونس كده من تحت، وبعد كده حطيت بقدونس فوق الوش، فبجد الشكل كان حلو قوي والطعم كان خطير. بصوا المنظر تحفه يا جماعه، تحفه. مش هتدوقي اطعم ولا ألذ من اللحمه المشويه بالطريقه دي. جربوها يا حبايبي والله هتدعولي. بصوا بمسك القطعه بتتقسم معايا بمنتهى السهوله ازاي، لا بتشد ولا اي حاجه، ولا ناشفه ولا اي حاجه، ما شاء الله تبارك الله. اتمنى يكون النهارده الفيديو والطريقه عجبتكم واستفدتوا منها. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو، عشان اي لايك للفيديو بيخلي غيرك يشوف الفيديو، بيخليكي كمان تشوفي كل فيديو وكل جديد بنزله، وشير كمان كتير للاصدقاء عشان الكل يشوف الوصفه الجميله دي وينفذها. وما تنسوش كمان تعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدا. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.